بيبدأ فيلمنا مع براين، كاتب صحفي متخصص في تحقيقات الجرائم والقتلة المتسلسلين، وعنده فضول كبير جدا عشان يفهم الطريقة اللي بيفكر بيها السفاحين وايه اللي بيحسوه لما بينفذوا اي جريمة ليهم، وعنده اقتناع انهم مرضى محتاجين علاج مش كرسي الاعدام. لكنه لما بيتناقش في الرأي مع اصحابه بيكونوا دايما ضده وشايفين ان هم مجرد اشرار يستحقوا العقاب. وبيقرر براين انه يألف كتاب عن اشهر جرائم العنف في التاريخ الامريكي، فبتجيله فكرة انه يزور اماكن وبيوت أشهر السفاحين والجرائم المعروفة عشان يجمع معلومات ويستلهم الطريقة اللي يكتب ويعبر بيها عن السفاحين دول كفرصة عشان يفهمهم أكتر. وبيعرض الفكرة على حبيبته المصورة كاري، واللي بتشتغل معاه في تحقيقاته ومسؤولة عن تصوير كل الصور اللي بتتنشر مع كتاباته. فبتتحمس كاري للفكرة جدا، خصوصا لما بتعرف إنهم هيعدوا في رحلتهم على كاليفورنيا. بس براين بيلاقي إنه محتاج شخص كمان معاهم عشان يتقاسموا سوا تكاليف الرحلة والبنزين، لأنهم هيسافروا لمسافات طويلة لمدة أسبوع. فبيكتب إعلان بكده، والوحيد اللي بيتواصل معاه عشان يشاركوا الرحلة بيكون شخص اسمه إيرلي، وهيكون معاه حبيبته أديل. فبراين بيوافق على طول ومن غير حتى ما يشوفهم، لأنه مفيش غيرهم اهتم بالإعلان. وكمان لما براين بيكلم إيرلي في التليفون بيحس إنه شخص محترم من طريقة كلامه، فبيفضل يطمن كاري اللي ما كانتش مرتاحة لوجود ناس غريبة معاهم. والمفاجأة بقى إن كاري بيكون عندها حق، لأن اللي ما يعرفوش براين إن إيرلي أساسا مجرم خرج من فترة قريبة من السجن ولسه تحت الملاحظة، وكمان لسه قاتل صاحب البيت اللي كان إيرلي مأجر منه وولع في البيت، لأن صاحب البيت ده كان بيستعجل إيرلي عشان يدفع الإيجار المتأخر عليه. ولما بيجي يوم بداية الرحلة بيتقابل براين مع إيرلي وأديل، وكاري مش بتستلطفهم خالص بس بتحاول ما تبينش ده. وبيبدأوا رحلتهم وبيوصلوا على أول مكان في رحلتهم، وهي مزرعة كانت لسفاح اسمه مايكل كان كل ضحاياه من الأطفال. وبراين بيطلب من صاحب المزرعة الجديد إنه يسمح لهم ياخدوا صور للبيت عشان الكتاب بتاعهم، بس صاحب البيت بيكون رافض. وإيرلي بيستغل انشغال صاحب البيت مع براين وكاري، وبيمد ايده جوه شباك البيت عشان يسرق شنطة، وبعدها بيضطروا يمشوا من غير ما يصوروا اي حاجة بسبب رفض صاحب البيت. وبيقفوا عند مطعم عشان يستريحوا ويكملوا رحلتهم تاني يوم. وساعتها كاري بتبدأ تاخد بالها من تصرفات وحركات غريبة لإيرلي، زي انه بيقلع جزمته في مكان عام، وكمان بيتهرب من دفع فلوس الاكل اللي اكله هو وأديل. لكن لما كاري بتتكلم مع براين في الموضوع، براين بيشوف انها مكبرة المواضيع لانها مش حباهم مش اكتر. بس تاني يوم بترجع تتكرر تصرفات إيرلي الغريبة، زي انه مش بيرضى يطلب اكل ليه هو وأديل قبل ما يكملوا طريقهم. وكمان كاري بتتفاجئ انه قص شعر أديل بنفسه عشان يبقى زي تسريحتها. ده غير انها بتلاقي إيرلي بيدخل عليها اوضتها من غير ما يخبط، وبيصر انه ياخد شنطها بنفسه للعربية. ولما بيكملوا طريقهم وبيقفوا عشان يحطوا بنزين، أديل بتتكلم مع كاري، وكاري بتعرف منها ان إيرلي بيضربها لما بتغلط، وأديل متسامحة مع الموضوع ده. وفي نفس الوقت اللي بيتكلموا فيه إيرلي بيضرب واحد في الحمام لحد ما بيموته من كتر الضرب، وكل ده عشان طلب من إيرلي يوسع من قدام عربيته عشان يعدي. بس الحق يتقال، هو شتم إيرلي وهو بيطلب منه يتحرك من قدام العربية. وبعد ما بيخلص عليه بيخرج إيرلي بكل هدوء عشان يكمل الرحلة، وعشان شكله يكون كويس المرة دي بيدفع هو تمن البنزين من الفلوس اللي سرقها من الراجل اللي قتله أصلا. ولما بيكملوا طريقهم براين بيبقى مشغول في الكتابة، وكاري وأديل بيبدأوا ياخدوا على بعض لحد ما بيجي الليل. وساعتها براين وإيرلي بيقرروا يروحوا يسهروا سوا في بار، وكاري وأديل بيقرروا يفضلوا في اوضهم. وكاري بتعرض على أديل تظبط لها تسريحة شعرها اللي بوظها إيرلي، فبتوافق أديل وبيقعدوا يتكلموا. فبتفهم كاري من أديل انها مش حاسة ان ضرب إيرلي ليها حاجة غلط، لانها عاشت طفولة صعبة، والشخص الوحيد اللي بتحس معاه بالامان هو إيرلي لانه قوي وبيحميها. وأديل بياخدها الكلام، وبسبب الشرب بتقع بلسانها. وبتعرف كاري ان إيرلي كان مسجون وامها قطعتها بسبب ده، فبتتصدم كاري وبتسألها عن السبب اللي اتسجن إيرلي علشانه. فبتقول لها أديل انه اتسجن بتهمة حمل سلاح، وكمان قاوم الشرطة وهم بيحاولوا يقبضوا عليه. وأديل بتحكي كل ده وهي مبسوطة وعندها نظرة فخر تجاه إيرلي، وكمان بتستغرب ليه كاري مش بتضحك على القصة زيها. وفي نفس الوقت ده إيرلي بيكون عمل خناقة كبيرة في البار عشان واحد كلم براين بطريقة مش كويسة. والغريب ان برغم ده براين محسش ان في حاجة غريبة بخصوص إيرلي. وبعد ما بيخلصوا سهرتهم بيرجعوا، فكاري بتعرف براين ان إيرلي كان مسجون. فبراين بيقول لها انه عارف انه اتسجن بسبب سرقة عربية. فكاري بتقول له ان إيرلي كذب عليه والسبب غير ده، وكمان ممكن يكون في احتمال ان إيرلي اصلا مش مسموح له يخرج بره الولاية. بس براين مش بيهتم بكل ده، وبيطلب منها يأجلوا الكلام لتاني يوم عشان تعبان وعايز ينام. وتاني يوم بيكون براين تعبان من سهرة امبارح، فكاري هي اللي بتسوق، وفجأة بتاخد بالها من مسدس موجود مع إيرلي، فبتوقف العربية عشان براين يشوفه. بس بتلاقي براين بينزل مع إيرلي، وإيرلي بيعلم براين ازاي يضرب بالمسدس
المسدس، وبراين بيكون عاجبه الموضوع جدا. وبعدها بيكملوا طريقهم وبيوصلوا المزرعة حصلت فيها مجزرة كبيرة، فبينزل براين مع كاري وبيبدأوا يعاينوا المكان، وكاري بتعمل شغلها وبتاخد الصور بسرعة وهي متعصبة عشان يخلصوا ويمشوا. بس كاري بتجيب آخرها من كل اللي بيحصل، فبتقول لبراين إنها مش مصدقة إنه وافق يمسك مسدس ويجربه. فبيعتذر لها براين وبيقول لها إن الحماس أخده وتصرف زي الأطفال مش أكتر، وبيوعدها إنه مش هيكرر الموضوع ده تاني، وبيطلب منها تفضل معاه عشان كتابه ما يبصش. فبتتضايق كاري لأن كل اللي همه هو الصور والكتاب، فبتقول له إنها ندمت عشان وافقت على الفكرة الغبية دي من الأول. فبراين بيقول لها إن هي كمان كانت عايزة الفكرة اللي مش عاجباها دلوقتي. فكاري بتقول له إنها كانت حابة بس سفرهم سوا لكاليفورنيا مش أكتر، وبتطلب منه يمشي إيرلي وأديل من عربيتهم عند محطة البنزين اللي جاية، يا إما هي اللي هتمشي. فبيوافق براين وبيقفوا عند محطة البنزين اللي عليها الدور، وكاري بتدخل السوبر ماركت عشان تشتري حاجة وبتسيب براين يتكلم مع إيرلي، وبتيجي أديل عشان تدخل الحمام اللي موجود في الماركت. وكاري بتشوف براين وهو بيتكلم مع إيرلي وبتاخد بالها إن إيرلي بيكون متضايق جدا وبينزل من العربية. وكاري بتشوف الأخبار في تلفزيون الماركت وبتعرف منها إن إيرلي مطلوب القبض عليه في جريمة قتل وسرقة ارتكبها في محطة البنزين اللي وقفوا عندها المرة اللي فاتت. وفجأة بيدخل إيرلي الماركت وبيشوف الأخبار اللي بتعرض صورته، فبيعرف إنه اتكشف قدام كاري، فبياخد بندقية وبيحجز كاري في الماركت هي والعامل اللي شغال هناك. وبيطلب من أديل تعطل براين وتلهيه بالكلام لحد ما يخلص. فأديل بتخرج تعطل براين، وإيرلي بيقتل العامل بتاع الماركت وبيسرق كل الفلوس اللي موجودة في الخزنة. وبراين بيسمع صوت ضرب النار فبيستغرب، وأديل بتقول له ده تلاقيه صوت البرق. وبيخرج إيرلي بعدها من الماركت وهو حاطط البندقية على راس كاري، فبيتصدم براين، وإيرلي بيطلب منه ياخد كاري ويركبوا العربية، وبيخلي أديل هي اللي تسوق وهو بيهددهم بسلاحه، وبيوعدهم إنهم هيخليهم يكملوا رحلتهم ويوصلهم كاليفورنيا بس على طريقته. فبيوصلوا بعدها على بيت مهجور وبيقف فيه إيرلي عشان يستريح هو وأديل وكمان ياكلوا. وساعتها براين بيسأل إيرلي عن عدد الأشخاص اللي قتلهم، بس إيرلي مش بيجاوبه وبيهدده بالسلاح لو ما بطلش كلام. وبعدها بيكملوا طريقهم وبينزلوا المكان تاني مهجور عشان براين يكمل شغله، والمرة دي إيرلي بس اللي بينزل مع براين من غير كاري. فبراين بيسأل إيرلي عن سبب قتله للناس وعن الشعور اللي بيحسه لما يقتلهم، بس مش بيطلع بأي إجابة مفيدة منه. وكاري بتحاول تستغل عدم وجود إيرلي وبتطلب من أديل تساعدهم وتوقف إيرلي عن اللي بيعمله، بس أديل بتكون شايفة إيرلي شخص كويس ومش قصده يأذي أي حد. ومن حظهم إنه بيوصل على مكانهم عربية شرطة، بس إيرلي بيقتل واحد من الضباط اللي كانوا فيها وبيصيب التاني، وبياخد كمان المسدس اللي كان معاهم. وبيطلب من براين يقتل الشرطي المصاب عشان يخلصوا من ألمه. وإيرلي بيتكلم بطريقة مجنونة وبيقول له إزاي ما قتلتش حد قبل كده رغم إن كتابك كله عن جرائم القتل، فإزاي هتكتب عن حاجة ما جربتهاش قبل كده. بس براين مش بيقدر يقتل الضابط المصاب، فإيرلي بيقتله هو وبيستخدم كلبشات عشان يأيد براين. وبيوقف العربية عند بيت تاني، والمرة دي بيكون عايش فيه زوجين كبار في السن. فبيقتحم إيرلي بيتهم وبيربط براين وكاري وبيقطع سلك التليفون، وبيسأل صاحبة البيت لو كانت متجوزة، فبتقول له إنها أرملة. بس إيرلي بيعرف إنها بتكذب وبيلاقي جوزها في مكتبه فبيقتله، وبيرجع يقول لها إنك دلوقتي بقيتي أرملة فعلا. فالست بتتصدم وبيغموا عليها، ولما بتستعيد وعيها بتصعب على أديل فبتقرر تهربها من ورا إيرلي. ولما إيرلي بياخد باله بيخرج من البيت عشان يلاحقها، بس أديل بتمنعه لأنها حست أخيرا إنه شخص مؤذي ومختل عقليا. لكن إيرلي في النهاية بيخلص على أديل، وساعتها بيكتشف إيرلي إنه بقى محتاج حبيبة جديدة، فبيقرر يخلص على براين عشان ياخد كاري لنفسه. بس كاري بتترجاه ما يأذيش براين وهي هتسمع كلامه وهتروح معاه في أي حتة. فإيرلي بيضرب براين عشان يفقد وعيه، وبيخلي كاري تلبس لبس أديل وبياخدها هي والعربية وبيهرب. وتاني يوم بترجع الست صاحبة البيت وبتلاقي براين واقع على الأرض، فبتصحيه وبتساعده يحرر نفسه وبتديله مفتاح شاحنة عشان يلحق كاري. فبيتحرك براين بسرعة عشان يدور على كاري وبيعمل حادثة في الطريق، بس بيقدر يخرج من الشاحنة وهو سليم. وفي الوقت ده بيكون إيرلي أخد كاري على بيت مهجور، ولما بيحاول يقرب منها كاري بتطعنه بإزاز مكسور، بس إيرلي مش بيتأثر وبيلحقها قبل ما تهرب وبيربطها في السرير. بس بعدها بيكون براين لقاهم وبيضرب إيرلي بالجاروب فبيغموا عليه، وبراين بياخد مسدسه وبيروح يدور على كاري، ولما بيلاقيها مضروبة ومتبهدلة بيتعصب وبيروح عشان يقتل إيرلي. لكن إيرلي بيكون فاق وبيهجم على براين وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما إيرلي بيطعن براين وبيقعد يتريق عليه وبيقول له عايز تعرف انا بحس بايه لما بقتل؟ بحس بسعاده. وبيروح عشان يقتل براين، لكن فجأة بتيجي كاري وبتضرب إيرلي في وشه، فبراين بينتهز الفرصة وبيقدر يوصل المسدس وبيضرب نار على إيرلي وبيقتله. وبعدها الشرطة بتوصل وبتاخدهم بره المكان، وبتعدي فترة وبتكون كاري وبراين رجعوا لحياتهم الطبيعية. وبيكمل براين كتابه وهو لسه مش فاهم ايه السبب اللي بيخلي السفاحين يقتلوا، بس
بيقدر يفهم اكتر اختلاف بيننا وبينهم، وهو اننا بنحس بالذنب وضميرنا بيأنبنا لو غلطنا او اذينا حد بدون قصد. اما هما فمش بيحسوا بحاجة، وبيكون ايرلي هو اللي ساعده ياخد باله من الموضوع ده. وبكده انتهى الفيلم، وعايزين نعرف رأيكم في الكومنتات. لو كنتم مكان براين ممكن تثقوا في حد غريب عنكم وتخلوه يركب معاكم في عربيتكم او يشارككم في رحلة ولا لا؟ سلام.